السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالف خير كيف العاده، وندخلوا مباشره للقضيه ديال اليوم. القصه غادي تبدا من بويرتوريكو اللي فيها واحد الاسره اللي كتكون من الاب ومن الام ومن طفل صغير اللي الاسم ديالو رامول سوسا. هاد العائله فضلت انها تهاجر من البلاد الاصل ديالها باش تقلب على العيش الكريم ومشات لامريكا. من بعد ما استقروا في امريكا والاب والام ديالو بداو كيشتغلوا، دخل هو كيقرا في واحد المدرسه وفي نفس الوقت كيمارس الهوايه ديالو اللي هي البوكس. كان كيشارك في بطولات محليه، بطولات ما بين المدارس، وكان ديما كيجي من الاولين. وبقى على هذا الحال حتى وصل لسن 17 سنه. هنا فين قرر باش يرجع لبلد الام ديالو في بويرتوريكو باش يحترف في هذه المهنه اللي عنده هو اصلا مهنه وهوايه. فاش رجع كيبان ليه ان الوضع ماشي كيما كان كيتمنى، او بمعنى اخر ماشي كيف ما كان كيتخيل. لان رامول من بعد واحد الاشهر قليله من بعد ما رجع بورتوريكو بدا كيشوف بانه كان كيدخل واحد المباريات اللي مهمه، ولكن مقابل واحد المبلغ اللي قليل. بمعنى اخر يعني الناس اللي فوق منه والمسؤولين هما اللي كانوا كيربحوا على ظهره، وحس انه بدا كيتعرض يعني بحال كيبروفيطيو فيه. قال علاش لا انايا ما نفرغش الطاقه ديالي في حوايج اخرين وفي نفس المجال. وداكشي اللي كان باش رجع لامريكا، لانه قال ما بينه وما بين راسو هو ماشي بالضروره يبان هو اللي في الصوره، ولكن كيبغي يوصل هذيك الهوايه ديالو للناس ويستافدوا بها خصوصا الشباب. داكشي علاش رجع لامريكا وقرر باش انه يفتح واحد الكلوب، يعني بمعنى اخر واحد لاصال كبير سونتر فين كيعلم الشباب. وفي واحد المده وجيزه السونتر ديالو تشهر بزاف، لانه كان كيعطي هذيك الهوايه ديالو وكيشاركها مع الاطفال ومع الشباب اللي كيجيو باش يتعلموا رياضه البوكس، كيشاركها من قلبه. هو الهدف ديالو ماشي بالضروره يربح فلوس او يربح يعني واحد المبالغ كبيره مقابل هذا العمل، ولكن باش انه يعاون الشباب كيف ما قلت لكم وينشر هذه الرياضه، لانه كان كيبغيها لواحد الدرجه كبيره بزاف. والشهرة ديالو وصلت لولايات أخرى، أو بالأحرى ولا مطلوب عند عدة مشاهير وعدة رياضيين باش يكوتشيهم. هنا رغم أن رامول ولا كيربح واحد المبالغ خيالية مقابل العمل اللي كيدير، إلا أنه حس يعني بداك الشغف اللي كان عنده ما بقاش. وفي هذه الحالة تراجع اللور، حبس هاد الخدمة كاملة وبدا من الزيرو. بدا كيعيط على دوك الاطفال الصغار اللي عندهم واحد الشغف نفس الشغف اللي كان عنده هوايه فاش كان صغير، وبدا كيعلمهم رياضه البوكس من ازيرو. وهذا الشيء يعني اون باراليل كانت عنده واحد الحياه شخصيه، كان مزوج وعنده وليداته، كانوا شي مشاكل عنده شخصيه وتوقف داك الزواج وتفارق هو والزوجه ديالو. يعني كندوي لكم على واحد الكوتش ديال البوكس اللي سيليباتير، وغتبقى حياته غادا عادية في واحد الروتين ممل حتى لسنة 2007. وبالضبط في واحد الليلة من الليالي اللي كان في واحد الملهى ليلي، حتى كتبان ليه واحد السيدة داخلة من الباب اللي بقى كيشوف فيها. هاد السيدة غادي يكون عندها واحد الدور مهم في هاد القضية. هاد الشابة كان الاسم ديالها ماريا دولوريس دورونتيس، او بالاحرى لولو كيف ما كانوا كيعيطوا لها الاصدقاء ديالها. ماريا كانت فريدة من نوعها، واحد شابة اللي هي سمراء وطويلة، شعرها كحل والملامح ديالها زوينين. هادشي اللي تار انتباه ديال راموس بزاف، وبقى غير حاضيها وتلف. وهي كانت يعني ناشطة مع صحاباتها كتضحك معهم. في العمر ديالها 35 سنة. واحد شوية دازت حدا راموس ما شافتوش وهي تعفط عليه بالطالون ديالها. هو بقوة الصدمة وبقوة الحريق ديال الدقة ما بقى يقدر يقول لها حتى حاجة. هي بدات كتعتذر ليه من الادب وقالت ليه واش نقدر نعاونك باي طريقه باش نخفف عليك الالم ديال الدقه اللي عطيتك. قال لها بطريقه واحده، هو انك تقبلي ترقصي معايا. يعني طلب منها الرقص واحد الطريقه رومانسيه. وهنا كانت بدايه القصه الحب ديالهم. هنايا المصير ديال لولو وراموس غادي يتبدل، لانهم من بعد واحد المده قصيره غادي يوليو في علاقه حب. رغم انها واحد السيده مطلقه وعندها 2 اطفال في عمر المراهقه، كانوا عايشين في البلاد الام ديالها. الفشوش
والدلع اللي عيشات ماريا راموس فيه كان يعني عمرو ما شافو في حياته، حتى مع الزوجه الاولى ديالو وحتى من العائله ديالو لاحظت هذا الشيء. يعني هي عازله بوحدو، كتفشو اي حاجه طلبها منها كديرها، كتمد ليه، يعني دارتو بحال الطفل المدلل ديالها. هو داكشي كان عاجبو بزاف. وهاد العلاقه غادي يختموها بالزواج في سنه 2009. ومن بعد ما تزوجوا قادت الامور القانونيه ديالها بخصوص انها تكون مقيمه قانونيا في امريكا، وداكشي اللي كان. ومن بعد واحد المده قليله في الزواج قالت ليه علاش لا نديروا واحد البروجي انا وياك، يعني واحد لاصال كبيره وحتى انا نكوتشي فيها، نكون مدربه. هو طبيعه الحال غادي يقبل لها اي حاجه طلباتها، وداكشي اللي كان. وما بعدوش على المجال، غير ان هذيك لاصال كانت جامعه جميع انواع الرياضه، وبزاف ديال الناس اللي جاو تسجلوا عندهم. كانت لاصال في منطقه تكساس، وسرعان ما هذيك لاصال تشهرات بزاف، ولات معروفه. يعني ولاو كيدخلوا واحد المبالغ ماليه اللي كبيره، تقريبا 18 مليون حتى ل 30 مليون مغربيه في الشهر. وطبيعه الحال كانوا دايرين مشروع 50% ما بيناتهم. هنايا ماريا او لولو بداو الفلوس كيدوروا بين يديها، ولات عايشه واحد الحياه ديال الرفاهيه اللي عمرها ما حلمات بها، لانها في العلاقات الزواج السابقه ديالها كانت عايشه واحد الحياه اللي قاسيه، كانت كتعرض للعنف لا هي لا ولادها من طرف الزوج السابق ديالها. وهذيك المده فاش تعرفات على راموس كانت جايه غير بواحد الفيزا اللي كانت ناويه انها تحرقها باش تبقى في امريكا، باش كما كنقولوا انها تدبر على راسها، او كيفاش تعتق راسها وتعتق ولادها. ولكن سبحان الله انها وصلت لواحد النيفو اللي عمرها ما تخيلت انها تقدر توصل ليه. هنايا واحد القضيه اللي ولات كتبرزط ماريا وبزاف. وقت ما كتشوف راموس مع وليداتو، كيف ما قلت لكم راه كان عندهم الزواج الاول وليدات، وثلاثه الوليدات، بنت وجوج دراري، كبروا ولاو ناجحين، ديما كيخرج معاهم وكيوقف معاهم في اي حاجه احتاجوه صغيره او كبيره. هنا بدات كتقول راه حتى ولادي خاصهم ياخذوا حقهم من راجل امهم. يعني بمعنى اخر بحال ولات كتغير، كتقول علاش ولادو عايشين هكاك مفاهمين معاه وانا ولادي بعاد عليا. ولات مطيحه ليه ودنو نهار وليل، خاص الام ديالي ووليداتي يجيو حدايا هنا لامريكا، لانهم كانوا عايشين في المكسيك. وهو من بعد يعني واحد التفكير وهذا الشيء بدا كيخلق لهم مشاكل، قرر باش انه يوقف معاها. وفعلا قاد لهم الوريقات، قالت الوريقات الام ديالو ولولادها اللي في هذيك المرحله كانوا واحد الشباب اللي فاشلين في حياتهم، ما قاريين ما خدامين، ما عندهم لا حرفه لا والو، والتحقوا عليها في امريكا. هنايا غتقولوا لي صافي راه ماريا وصلت للهدف الرئيسي ديالها، او بالاحرى وصلت لكثر من داكشي اللي كانت كتخيل. وليداتها معاها، امها معاها، حياه الرفاهيه وكل شيء متوفر لها، خدمه نقيه وزوج اللي يعني وفي لها ومزيان معاها. في سنة 2015 غادي تصدموا بأكبر صدمة في حياته، غتطلب الطلاق بالخلع. بدات يعني بحال كتوسخ السمعه ديالو، كتبين لكاع الناس كتقول لهم راه كيعنفني، راه ما مزيانش معايا، راه انا غير صابره، يعني هي صابره عليه. وبدات كتخليه يعني نهار اللي كيفاش كيجي كينعس من بعد الخدمه، كتبدا تحط واحد القرعه ديال الكحول وكتبدا تصوروا على انه يعني واحد الشخصيه اللي ما مزياناش واللي سكير، وكيجي وكيبقى يقلب على هذاك الشيء اللي في الدار. مهم بغات يعني بحال كتعمر الدوسي باش تدفع داك الشيء كامل في الغابوغ. وصلت لواحد الدرجه ديال الخبث كبيره، لانها ولات كتعنف راسها وكتصور راسها وجالسه كتعمر ليه في الدوسي. ولكن يعني هاد الشيطان كامل ما وصلهاش لشي حاجه كبيره، ولات كتفكر كتقول انا علاش غادي نقسم مع هاد الاملاك، انا خصني ناخذ هاد الاملاك كاملين. بدات كتقلب باي طريقه باش انها تخلص منه. ملي هاد القضيه ديال العنف ما كلاتش معاها، او بالاحرى في المحكمه قالوا لها ما كاين حتى شي دليل كيبين انك تعرضي للعنف، مشات فكرات بطريقه اخرى، او بطريقه يعني واحد الخبث اللي كبير بزاف. مشات عند المستثمرين اللي مشاركين يعني كيف ما كنقولوا بالشكاره ديالهم في البروجي ديالو، قالت لهم ان راموس راه كيخسر الفلوس اللي خاصهم يرجعوا لكم في شي حويج، وانا نعطيكم الدليل وكل شيء. هما بطبيعه الحال فاش سمعوا هذا الشيء مشاو عيطوا للمحامي، انيولاو الكونطرا معاه، والشركه بدات كترجع اللور شويه بشويه حتى تسدات. ولكن من بعد التحقيق
تبين انه ما كاين حتى شي حاجه كتبين بان راموس كيخربق او كيخلوط في هذاك الشيء. ملي هاد التخلويط كامل ما ربحات منه حتى شي حاجه، بدات كتفكر باش انها تحيدو من الطريق وبمره. حتى واحد النهار كاين واحد الشاب اللي خدام معهم في لاصال، اسم ديالو ماندو، هو واحد الصديق مقرب لماريا، يعني ديما مجمعه معاه، ديما كدوي معاه، كتخرج هي وياه، كيمشيو للسوبر مارشي، يتعشاو، يتغداو، صديق مقرب. حتى واحد النهار كان داخل في الليل لاصال، كيسمع ماريا هي والبنت ديالها الشابه كيدويو بخصوص واحد الصديق ديال الابنه ديالها اللي خالو او عمو كيسكن في المكسيك، هو متخصص يعني باش يصفيها البنادم مقابل واحد المبلغ مادي. وبدات كتقول لبنتها واش صافي يعني غادي يقضي لينا الغرض. هو يدخل ويقول لها علاش كدويو؟ قالت ليه لا راش كاين واش كاين، راه الزوج ديالي كيعنفني وانا قررت باش غادي يعني نحي من حياته وهذا الشيء كامل. هو يتصدم ولكن ما حاولش انه يبين لها، قال لها انا راه عندي واحد السيد اللي دق ببطله. قالت لي اتينا به، يعني راه كنقلب عليه من شحال. في هذه اللحظه قال لها عطيني عافاك غير واحد الساعات المكانه، غندير واحد الاتصالات باش نتاكد لك من هذه القضيه وانا معك. قالت لي انا كنتسناك. ماريا هنا الحاجه اللي ما كانتش عارفه ان هاد ماندو في الصغر ديالو كان مع واحد الحسابه اجراميه، يعني كانوا كيبيعوا في الممنوعات، وكاع الكلام اللي كان قال لها صحيح بخصوص انه يشوف لها شي واحد اللي كيصفيها الناس مقابل واحد المبلغ مادي. الا ان هاد الشاب فاش كبر، يعني وصل تقريبا 17 سنه، طراب ليه شي مشاكل، يعني مهم بغى يبعد على ديك الطريق، دق على راموس وقال ليه انا راه بغيت نبدل حياتي. وداكشي اللي كان. وكيف ما كتعرفوا راه ماشي بالسهل باش انه يتخلى على الجماعه او على العصابه ديالو، يعني كيكون عندهم الاسرار، كيكون عنده الاسرار ديالهم واي حاجه كتعلق بهم، فكانوا كيقلبوا عليه باش يصفيوها عليه. الا ان هذا الشخص او البطل ديال القضيه ديالنا هو اللي عاونو وهو اللي خباه عنده حتى بردات القضيه، يعني انه ممتن ليه بحياته لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. خرج ماندو في هذيك الساعه، اتصل به براموس، قال ليه شنو واقع، راه مرتك كتقلب على شي واحد باش يصفيها لك. قال ليه ما نطيقش هاد الهضره الا ما شفتهاش بعينيا، يعني عرفتها مقلقه مني وباغا الطلاق وباغا الفلوس، ولكن ما كنظنش توصل بها لهاد الدرجه. قال لي حتى دابا ما بعيده حتى حاجه، احنا غادي نمشيو في هذا الفيلم وغنشوفوا فين غادي يوصلنا. في هذيك الاثناء يعني اختلقوا واحد، مشاو عند الشرطه اول حاجه وبلغوهم بهذا الشيء كامل، وبقاو غاديين في هذيك المسرحيه. عيطوا على واحد الشرطي اللي الملامح ديالو كتبان يعني انه هو شي واحد اللي منحرف، باش يكمل معهم هاد المسرحيه. وداكشي اللي كان، خداو واحد الرقم ديال الهاتف اللي غيكون عند هذاك الشرطي، وطلقاو في واحد البلاصه اللي معزوله، وهو قال لها ما تدويش معاه بزاف، غير غتعطيه المعلومات الكافيه. الا ان في هذيك السياره كيف ما كتشوفوا في الصوره كان تسجيل صوتي، ويعني بالصوت والصوره شافوها وانها اعترفت بكل شيء، وقالت ليه بغيت هاد الطريقه وهاد الطريقه وصوروه ليا، وعطاتو التسبيق النصف الاول، وقالت ليه النص من بعد ما غنسمع ان الزوج ديالي ما بقاش هنايا في الدنيا. راموس في هذه اللحظه راه باقي مصدوم، يعني عايش معهم هذا الوقت لحظه بلحظه، وكيشوف الزوجه ديالو شنو كتصيب ليه، يعني واحد الفخ اللي ورا ظهره، وهو اصلا يعني من غير هذاك الصديق ديالو ما كانش غيعرف حتى شي حاجه. وبطبيعه الحال غادي يمشي داكشي كيف ما كانت باغا ماريا، وغادي يصوروه لها كيف ما كتشوفوا في الصوره هنايا، يعني انهم صيبوا ليه القبر ديالو وانهم تيراو فيه ودفنوه تما. وفي هذه الاثناء فاش وراتو من بعد ما هذاك الشرطي تلاقى مع ماريا المره الثانيه وعطاها الصوره وقال لها راه شنو اللي طرا وشنو اللي طرا، يعني بدات كتضحك واحد الهستيريا ما بينات ولو ذره ديال الحزن او الشفقه او الندم على الزوج ديالها اللي دوزات معاه واحد العمر طويل، ودوزات معاه الحلوه والحاره، واللي اعتقها واحد الميزير يعني اللي كانت عايشه فيها في المكسيك. كيف ما كتشوفوا في الصوره هنا كتضحك وفرحانه بزاف، لان معتقده ان الزوج ديالها ما بقاش في هاد الدنيا، ولدرجه ان الصديق ديالها كان راكب معاهم في الطوموبيل حس يعني بالشمئزاز منها.
من بعد ما هبطات ماريا وماندو من ديك السياره، جات باغا تسلم عليه، يعني الصديق ديالها عاونها في الشده ديال المشاكل ديالها، هو ما قدرش يسلم عليها، يعني كيحس بانه كانت الصديقه ديالو خذلها، ولكن في نفس الوقت ما قدرش يضيع واحد الروح بريئه اللي ما دايره حتى شي حاجه، الا وقفات معاه يعني في واحد الوقت اللي كان صعيب ومحتاج لشي واحد باش يوقف معاه في حياته. مهم دازت هذيك الليله على خير. الغد ليه في الصباح كيف كتشوفوا في هذه الصوره، الشرطه جات عندها البيرو ديالها اللي كاين في لاصال، وبدات كتحقق معاها، يعني بحال تحقيق روتيني. قالت لهم قالوا لها امتى شفتي الزوج ديالك اخر مره؟ قالت لهم راه البارح وما كان حتى شي حاجه. علاش؟ واش طاريه شي حاجه؟ قالوا لها شنو، واش كتظني طرات ليه شي حاجه ولا هذا؟ هنايا بدات كتدخل وتخرج في الهضره. قالت لهم علاش، واش شاكين فيا؟ يعني بحال بدات كتسرع. قال له اجي معنا نديروا التحقيق، ولكن هما راه داك التحقيق يعني راه بحال غير روتين، هما اصلا الادله كلها مفرشه قدامهم. من بعد ما مشات للتحقيق، ماريا هنايا غتحس براسها انها تشمتات اكبر شمته في حياتها، وعرفات تقولي بالي تقولبات من طرف الزوج ديالها والصديق ديالها. هنايا اضطرات باش انها تعترف، وبدات كتقول لهم بانه كان كيعنفني ونفس القضيه. فالقاضي قال لها اصلا هذيك القضيه مسدوده، سديناها، ما كاين حتى شي دليل ديال العنف، وحكموا عليها ب20 سنه. 20 سنه لانها لم تقترف الجرم، ولكن انا بالنسبه لي خاصهم يحكموا عليها على الاقل بالمؤبد، لانها اصلا داكشي اللي كان خاصها ديرو، يعني الدور ديالها في هذه الجريمه راه دارته وما اكثر. وغادي تخرج حتى سنه 2035 في عمر ما يناهز تقريبا 61 حتى ل 63 سنه. وحتى لهنا غتكون القضيه ديال اليوم سالات. نتمنى يكون يعجبكم الفيديو، وللاشاره فقط ان هذه القضيه كطرا بزاف في البلدان الاوروبيه. ما تنسوش تخليو لي الرأي ديالكم في هذه القضية، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.